في فيلم هيتعرض الفترة اللي جاية، واحد من أخطر الأفلام الخبيثة اللي ممكن تتفرج عليها. ابوك عايز يعمل لك جلسة استدامة، عايز يقتلك. الموضوع مش لعب عيال. انت ابني، سواء كنت مؤمن ولا كافر. فكرة الفيلم بتدور لشاب أبوه شيخ سلفي، وكان أبوه بيضربه ويعذبه علشان يحفظ القرآن الكريم وكتب الحديث واتباع السنة. المهم بسبب المعاملة الشديدة والقاسية اللي كان بيعملها الأب لابنه، كبر الابن وبقى كاره للدين وألحد وبقى مشتت في حياته، لحد لما كبر الشاب واتصاحب على شاب وسط يزني ويشرب الخمر، وقال له يا عم ده الدين الإسلامي دين يسر مش دين عسر. المهم بعد التضربات والأحداث الخبيثة والرسائل الخفية اللي بيوصلها لنا الفيلم بيخلص على كده. الهدف الأهم والخبيث من ضمن الأهداف الخبيثة اللي بيقدمها لنا الفيلم، وهي إن الفيلم بيطلب من شبابنا والجيل اللي طالع ان احنا نقلد ونكون النموذج الوسطي ده، اللي هو الشاب العادي اللي ممكن يكون بتصلي وفي نفس الوقت بيطلع يزني وفي نفس الوقت هو منافق. خليك شاب متضارب متوسط، اهم حاجه ما تبقاش معتدل. على فكره قصه فيلم الملحد ده، الفنان الراحل مصطفى درويش رفض